اه ماشي تمام، انت قلت لي حاجه. تعالى في يا عم، في يا جدعان في يا جدعان يا جدعان في ايه بس والله العظيم. بس يا عم انت هو انت بتعمل ايه انت اهو؟ انت نهارك ابيض النهارده يا عم انا تعالى عملت اقعد لكم بس ايه يا عم؟ تعالى اقعد هنا. انت ازاي يا ابو حميد تيجي هنا منفوحه ما تجربش منتجات مستر ميلك؟ ازاي يا ابو حميد؟ يا عم فكني يا عم. بقول لك ازاي بعد ما انت اخدت اصلا التوفيق، والمفروض اللي انت اول واحد تكون منور عندنا هنا من منفوحه. يعني انت عايز ايه؟ انا عايزك النهارده، انت طالما شرفت هنا في المنفوحه هتجرب منتجات مستر ميلك كلها النهارده وهتقول ايه رايك. طب فكني وعايزك طيب. تسمعني رايك. فكني. عينيا يا ابو حميد هفكك بس عشان تسمعني رايك. مش اول مره اجرب منتجاته حلوه جدا. عامه جربت من عنده عصير رمضان الصوبيا بالبيستاشيو، كان طعمها جديد بالنسبه لي وحلو قوي. وجربت كمان عصير التمر بالحليب، كان طعمه خطير. انما العناب بقى كان في حته تانية خالص. وما ينفعش اكون في مستر ميلك وما اجربش الرز بلبن بالمكسرات. وعندهم كنافه محشيه كريمه كده من فوقها كراميل وموز، طعمها في حته تانية خالص. مكان مستر ميلك بقى شارع المنفوحه العام بجوار سوق الذهب. ما تنساش تعمل منشن لصاحبك اللي انت عايز تروح معاه مستر ميلك. احنا عاملين عروض بمناسبه رمضان، احب اللي انا اوريها لك. تعالى معايا اوريها لك. عندك الكنافه دي مكسرات برده ب 15 ريال بدل 20 ريال، النهارده عاملين عروض لحد اخر رمضان. عندك برده كنافه ساده عاملينها النهارده عليها عرض ب 10 ريال بدل 15 ريال. احنا النهارده عندنا عروض كتيره قوي من مستر ميلك لحد اخر رمضان. تعالى ونورنا في مستر ميلك. عندنا اطباق مشكل كده، دي اسمها مشكل رمضان، دي عباره عن كنافه بسبوسه كنافه مكسرات. بص يا ابو حميد الطبق ده النهارده عاملين عليه عرض من مستر ميلك، الوزن كيلو ده ب 30 ريال. كنافات كلها محشيه مكسرات. عندك جلاش محشي مكسرات. النهارده عندنا عروض لحد اخر الشهر بمناسبه رمضان، عروض في مستر ميلك لحد اخر الشهر. بص يا ابو حميد احنا عندنا صوبيا النهارده، عندنا تمر بالحليب، عندنا صوبيا بالبيستاشيو، عندنا تمر النهارده